كان يا مكان في المغرب في سنة 1578 ميلادي وقعت واحدة من أعظم المعارك في تاريخ المغرب، تسمى معركة وادي المخازن، أو كما سماها الأوروبيون معركة الملوك الثلاثة. لماذا هذا الاسم؟ لأن فيها تقابل ثلاثة ملوك: السلطان المغربي عبد الملك السعدي، الملك البرتغالي سباستيان، ومولاي محمد المتوكل، سلطان مخلوع طلب المساعدة من البرتغاليين ليعود إلى الحكم. البرتغال جمعت جيشا ضخما مدعوما من أوروبا، ظنوا أن احتلال المغرب سيكون سهلا، لكن المغرب كان على موعد مع الصمود والوحدة، فوقف الجيش المغربي بقيادة عبد الملك ومعه أخوه أحمد المنصور، ودارت معركة رهيبة في سهل وادي المخازن قرب القصر الكبير. النتيجة: مات الملوك الثلاثة، وانهزم البرتغاليون هزيمة ساحقة، وأسر آلاف الجنود. هذه المعركة جعلت المغرب قوة مهابة في العالم، وكسرت أطماع الأوروبيين في السيطرة عليه. عندما يتوحد الشعب مع قيادته، لا تقف أمامه جيوش ولا ملوك. تابعونا في الحلقة القادمة من كان يا مكان في المغرب، حكاية من مجد الأجداد.